يا مساء الفل. طبعا قبل اي كلام صلى على رسول الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. ربنا امرنا ان احنا نبر امنا وابونا وبالوالدين احسانا، علشان 7 قراريط يعمل فمه كده. مين دون؟ طبعا الابن الاكبر، الابن الجاحد، الابن الظالم، اللي طبعا اتقبض عليه واخد حكم يعني جامد لان هو يستاهل. اخوات، تمام. الام عندها 7 قراريط، وست مسنة، ست يعني معدية 80. فطبعا ال7 قراريط دول كل الاخوات هيورثهم. الاخ الكبير هو عاوز الارض دي تبقى بتاعته بس، اخواته ما يورثوش. المهم الست غابت شهور، طبعا ولادها قلقانين ومش عارفين فين امهم. بعد فترة راحوا عملوا بلاغ، امنا مش لاقيينها، امنا مختفية. ازاي الكلام ده؟ طب الست عندها زهايمر مثلا؟ لا. طب مين هيخطفها؟ اخونا الكبير. اخونا الكبير، ايوه، ده جاحد وده قاسي وده عاوز ياخد الورث لوحده. المهم طلبنا الاخ الكبير اللي هو ابنها الكبير، قال لا، ده هي عند ابني في السعودية وقاعدة في الحرم تتعبد، مش عايزة تكلم حد، مش عايزة تشوف حد. يعني أمك عند ابنك؟ أيوة، أم قاعدة عند حفيدها ومعززة مكرمة وبيعاملها أحسن معاملة وبطمن عليها. طب احنا عايزين نسمع صوتها، طب احنا عايزين نكلمها. هي مش عايزة تكلم حد، هي مش عايزة تعرف حد، هي عايزة تقعد كده للعبادة، وبتروح الحرم المكي والحرم المدينة. طبعا الكلام ما دخلش على الحكومة ولا على أولادها، بيتهموا أخوهم إنه هو خاطف أمهم. طبعا فتشوا بيته، مفيش حاجة. فضلوا مراقبينه عشان يشوفوا أمهم فين. فطبعا بيراقبوه، فكل يوم في ميعاد محدد ياخد كيس أكل معاه ويروح بيت حماته، بيت نسايبه، كل يوم في الميعاد المحدد ده شنطة أكل ويروح بيت نسايبه. قالوا بس يبقى أمهم في البيت ده. طلبوا الشرطة، والشرطة كانت بتراقب برضه، عملوا ضبط وإحضار في نفس اللحظة. نسايبه قالوا احنا ما نعرفش حاجة وما عندناش حد وما احناش خاطفين حد والكلام ده كله. طبعا بأمر من الحكومة دخلوا مفتشوا، في عندهم مكان تحت بير السلم للقمامة. الأم جوه حابسها، يعني في حتة فيها قاذورات، حتة مش نظيفة. الأم هزيلة و يعني لحم على العظم زي ما بيقولوا، والأكل كده مرمي كأنها مش أمه. دي لو خدامة عنده مش هيعمل فيها كده. والست قاعدة في الظلام ليل ونهار، ما تعرفش ليلها من نهارها، واللقمة الأكل يا دوبك بيجيب لها وجبة تاكل منها طول اليوم، والأكل حواليها والقاذورات والروايح وي وي وي. اتقبض عليه واعترف. طب ليه عملت كده؟ لا، وكمان هو خاطف امه ليه؟ طبعا امه في مكان مظلم، مش عارفه هي بتعمل ايه،
خلاها تمضي وخلاها تبصم على ايه؟ هي مش عارفة حاجة غير ان ابنها حبسها. اتضح ان مخليها تمضي وتبصم على ال7 قراريط علشان ياخدهم لوحده. في ايه يا دنيا؟ ايه اللي حصل؟ في ايه؟ الام المسنة، يا ريتها مثلا ام صغيرة اقول لك تستحمل او تقاومك. ام مسنة حابة تفتكر وحابة تنسى ومعديات 80، تخيلوا بقى تبقى ازاي؟ عشان ايه؟ لو عندها مال الدنيا عشان ايه؟ 7 قراريط، استفدت ايه؟ غضب ربنا وغضب امك واتحبست. انتش عارف ان سلف ودين؟ ما انتش عارف اللي عملته في امك ابنك هيعمله فيك؟ زي برضو راجل غني جدا وامه قاعدة عنده بس بيأكلها في مكان بعيد، يعني عشان المدام ما تقرفش، والمدام تعرف تاكل هي والاولاد، والزوج قاعد مع مراته مع اولاده بياكلوا المحمر والمشمر، والام في طبق كده مش نظيف، لقمه على لقمه كده خلطبيصه، روح اديها لنينتك او لجدتك. الولد انهار، اللي هو حفيده اللي هو ابنه بالرغم انه طفل مش شاب، زعق لابوه وقال له امك اللي شالتك في بطنها 9 أشهر، امك اللي خليتك راجل. الولد بيقول لابوه امك، بقول لك ايه يا بابا، الطبق ده سيبه علشان هاكلك فيه وهقعدك بعيد. كل ده عشان يرضي المدام. الست كبيرة بقى وهتقرف، المدام هتقرف، بكرة هيتعمل فيكي كده. سلف ودين. الزوجة مصيرها تبقى حما، لا تعمليه في حماتك هيتردلك. افعل يا ابن آدم كما تشاء كما تدين تدان. فكل ده عشان ايه؟ عشان الجحود والقسوة وقسوة القلب وقسوة الضمير. دعوة الأم لما بتموت خلاص الملائكة يقولوا لك شباك الدعاء اتقفل، لأن دعوة الأم لا ترد. الأم اللي تدعي لأولادها. على فكرة في أمهات بتدعي على أولادها، وفي بتدعي لأولادها، ففي فرق كبير بين الأم اللي بتدعي واللي بتدعي عليهم. يا ريت محدش يدعي على أولاده، دي برضو جات لي المعلومة دي وأنا بقول دلوقتي المشكلة. ويا ريت كل ابن وكل ابنة اتقي الله في أمك، علشان كبرت رضا الأم ورضا الأب من رضا الرب، وربنا قال وبالوالدين إحسانا.